إذا كان الحال هي ظاهرة عامة، فالحال مع النادي الأهلي يخلي حلقة اليوم ذات عنوان واحد: الأهلي فوق الجميع، شعار أم حقيقة؟ هو شعار ولا حقيقة؟ هو ده الاختبار. هو ده الاختبار. هو فوق الجميع يعني ايه؟ يعني ان انا ما اغضبش وما اشوفش الخطا وما اتنرفزش وما اتضايقش من الهزايم وما اعترفش بالخطا لا، اعترف، بس الى الحد الذي لا يسمح بالانهيار والهد. لازم نعيش واقع ان الاهلي قدم حتى الان واحده من اسوأ نسخه في دوري المجموعات. نناقش كلنا. أسوأ النسخ. واحده من اسوأ النسخ. آه. كمان اللي زود قسوه احساسك بالنتائج المترديه انك انت لا تتالي المباريات خدمك ولا نتائج الاخرين خدمتك. عندك ناس حققت الفوز خارج ملعبها، هو شيء لم تحققه حتى الان. واللي فاكر ان ماتش القطن ده نزهه، لا، قال الهلال السوداني كسب، بس كسب 2-1 وكان خسران 1-0، وكسب بضربه حره، وكسب يعني ما كانش فوزا سهلا. الوحيد الذي يحقق الفوز السهل صن داونز، وافلت هنا او افلتناه. هو لعب ماتش كويس، لكن كان ممكن نخلص الماتش ده، كان ممكن نخلص الماتش ده في مصر. الجميع منشغل بفكره عايزين فيرود، مع ان احنا كل الماتشات اللي هربت النتيجه مننا فيها لو لم يدخل فينا اهداف لفزنا فيها. اذا بجانب الفيرود عندنا تنظيم دفاعي لا مضطرب جدا جدا جدا. مفيش ناس بتتمشى لحد خط ال 18 عندك عشان تختبر صلابه خط دفاعك. خط الدفاع ربما يكون بيتعرض لضغط غير لائق من اداء منظومه الدفاع التي تبدا من الهجوم. عندنا خط وسط اللي هو الافضل، اشدنا بيهم كثيرا، ولكن هم مسؤولين بالدرجه الاكبر عن اي اهداف بتخش فينا دلوقتي. ما حدش بيتمشى لحد حدود ال 18 شوط بالاريحيه دي، يجيب جون واثنين بدون ضغط وبدون، لدرجه ان المدرب قال لك الاهلي سهل مهمتي. لان انت لو قدرت ان انت كنت هو تجفيف المنابع. يعني اذا كنت انت بتعاني من الكورات العرضيه اللي بيستفيد منها اصحاب الضربات الراس من الخصوم، فبتمنع من الاساس ان يترفع عليك كوره. ده خطتك تبقى كده. طب انا فرقه متفوقه في الشوتنج مثلا او في النقل، ازاي اوصلها لحد ال 18 بتاعي بالسهوله دي؟ هو دي مشكلتنا الحقيقيه. التنظيم الدفاعي لا سيء في النادي الاهلي من كاس العالم. ادينا مباراه طيبه لان في قدرات كانت سمحت لنا بكده. مقابل دي ضحينا بايه؟ ضحينا بان احنا الصلابه الدفاعيه والفريق الكومباكت اللي هو يقدر يتحرك يا استاذ ابراهيم ويمنع الخطوره بدري من مناطق الخطوره. انما دخلت بقى في حدود ال 20 وال 25 متر واللعيبه بتتناقل، او الهجمه المرتده تتعمل علينا بالسهوله دي. فرقه عندها مهارات وسرعات وعندها اريحيه على ملعب. هنناقش الكلام ده بالتفصيل. لا، في اخطاء، وفي اخطاء سببها النادي الاهلي، وفي اخطاء ارغم عليها النادي الاهلي. هنشوف هي ايه اخطاء النادي الاهلي وهي ايه الاخطاء اللي ارغم عليها. لكن زي ما قلت لكم هي حلقه للحفاظ على الاهلي، ولما تحافظ على الاهلي لازم أن تحافظ عليه بالمزيد من المصارحه والمكاشفه والوقوف على حقائق الامور. مسؤوليه، لازم أن تقف على حقائق الامور وتمارس مسؤوليتك. هي ديت اللي تطبق. انا لما بقول مسؤوليه يا استاذ ابراهيم، مسؤوليه فوق الجميع حقيقه مش شعار. حقيقه ازاي تترسخ وازاي تعزز وازاي الكل يحافظ عليها ويدافع عنها، مش بالتغافي عن الحقائق او عن القصور او عن السلبيات، لكن بكشفها وبمصارحتها وبالعمل على ازاي تقدر تستفيد منها. كل خطأ موجود قابل للتصويب، وكل سلبيه موجوده قابله للتصحيح.
لكن ازاي تقدر تستفيد عشان تتحول من العثرة الى الانطلاقة ومن الكبوة الى النهضة ان شاء الله. ان شاء الله.